على اسم مصر التاريخ يكتب ما يشاء. مصر عندي أجمل الأسماء، ما بين جمهور بيجسد معنى الوفاء، ونادي بيضرب المثل في العطاء، ولا يهاب الخصوم في أرض اللقاء. إنه الأهلي يا سادة عنوان الكبرياء، جماهير الأهل الوفية معدنا الليلة مع أحلى أمسية. الأهلي هيبدأ فيها أولى خطواته، وهيكتب أحلى حكاياته مع ميسي ورفاقه. تنطلق الليلة المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامي في 8 مساء بتوقيت أمريكا، 3 فجرا بتوقيت القاهرة. هيحكمها طاقم حكام آسيوي بقيادة الحكم الإيراني رضا فغاني، وهو من أكفأ الحكام. وبقول لجماهير الأهلي هنسهر الليلة تستحق السهر، فالأهلي إن شاء الله مع موعد لإنجاز وكتاب التاريخ. هيفوز إن شاء الله الليلة وهيقدم مباراة كبيرة، وهيكسب إنتر ميامي 3-2. مباراة الليلة والفوز فيها إن شاء الله هيدخل خزينة الأهلي 2 مليون دولار، لأن جوائز المسابقة معمولة كل فوز ب2 مليون دولار، والتعادل ب1 مليون دولار. يعني مكسب الأهلي النهاردة إن شاء الله يساوي 2 مليون دولار. وإذا صعد إن شاء الله للدور الثاني هيحصل على 7.5 مليون دولار. وفي تقنية جديدة في التحكيم، هيتم تثبيت وتجريب لأول مرة كاميرات ريف كام مثبتة على الحكام، وميزة الرصد الآلي للتسلل. خلص الكلام ولسه في الملعب أحلام. الأهلي بيكتب التاريخ وحدة وراه لو في المريخ. كل اللي هنا واللي هناك يدوس لايك ويعمل اشتراك. العمريت سبورت هتبقى ترند. واشوفكم في فيديو قادم بعد مكسب الليلة إن شاء الله، وسلام عليكم.